شباب من الأبطال، إزيكم؟ تعالوا النهاردة نتكلم عن أول مبدأ اتفقنا عليه مع بعض، وهو إن كلنا لينا احتياجات وضروري جدا نعرفها، ومش عيب أبدا إننا نعبر عنها. بس في البداية تعالوا نفرق بين الاحتياجات والأعواز. الاحتياجات يعني حاجات ضروري جدا تكون عندنا ونسددها، لكن الأعواز حاجات إحنا عايزينها لكن مش ضروري نحصل عليها وهنقدر نكمل حياتنا من غيرها عادي. احتياجاتنا بتكون جسدية زي الأكل والمية والنوم، نفسية زي الحب والقبول والأمان، روحية زي علاقتنا الحلوة مع ربنا. وزي ما انتوا عارفين لما بنشبع احتياجاتنا الجسدية جسمنا بيبقى سليم وبنقدر ننمو بشكل صحي ومتزن. كمان احتياجاتنا النفسية والروحية لازم نشبعها علشان شخصيتنا تكون سليمة. طيب احتياجاتنا النفسية دي زي ايه؟ تعالوا دلوقتي مع بعض نعرف 10 احتياجات ومعناهم بسرعة. 1. الحنية والقبول غير مشروط، يعني إننا نتقبل من غير ما نعمل أي حاجة حلوة أو وحشة. 2. الأمان، يعني إننا نعيش وسط ناس مش خطر علينا ونحس إن في حد ممكن يحمينا لما يكون في خطر. 3. الاحترام، الناس تحترم حقوقنا واحتياجاتنا ومحدش يشتمنا أو يتريق علينا أو يضربنا أو يستغلنا بأي شكل كان. 4. الإعجاب، إننا نعجب من حد ونحس إن لينا تأثير. 5. التشجيع، يعني حد يمدحنا لما نعمل حاجة كويسة. 6. الاهتمام، يعني نكون مهمين عند حد يفكر في مصلحتنا ونحس إننا نهمه. 7. المساندة، يعني شخص أمين يسندنا ويسمعنا وينصحنا لما نطلب نصيحته. 8. التعزية، إن حد يكون جنبنا لما نكون حزينة ويستحمل مشاعرنا الملخبطة في الوقت ده. 9. دفء المشاعر، يعني شخص يحس بمشاعرنا ويعبر لنا عن حنانه بطريقة سليمة ومحترمة. 10. التقدير، يعني حد فاهم ومقدر اللي احنا بنمر بيه ويفهم العالم بتاعنا ويقدر انه مختلف عن العالم بتاعه. زي ما انتوا عارفين كمان ان الجسم لما بياخد الاحتياجات بتاعته بيكون سليم، بس لو حصل نقص في الاحتياجات دي زي مثلا نقص الكالسيوم بيحصل تشوه في العظام، وده للأسف بيستمر طول العمر، بيأثر في حياتنا لما نكبر. كمان احتياجاتنا النفسية لو حصل نقص فيها ممكن تحصل تشوهات في شخصيتنا، وللأسف بيفضل مستمر معانا طول العمر. علشان كده ضروري جدا إننا نسدد احتياجاتنا. بس يا ترى هنسددها من مين؟ احتياجاتنا بنسددها من نفسنا أو من الناس اللي حوالينا زي أهلنا وصحابنا، لكن مش ممكن أبدا إننا نشتريها بأي طريقة أو بأي سعر. الناس اللي حوالينا ممكن تقدر تفهم احتياجاتنا الجسدية بسهولة وتقدر تسددها، لكن للأسف مش دايما بيستوعبوا احتياجاتنا النفسية. زي مثلا لما أكون جعان هما بيقدروا يفهموا ده ويسددوه بكل سهولة، لكن لما أكون محبط مش دايما بيقدروا ده ومش بيفهموه بسهولة. ومع الوقت للأسف بطلنا نعبر عن احتياجاتنا ومشاعرنا لدرجة إننا نسيناها، ونكتشف بعد كده إن في عجز في شخصيتنا. علشان كده تعالوا النهاردة نتعلم إزاي نعبر عن مشاعرنا وعن احتياجاتنا، ونقول إن احتياجاتنا دي مسددة أو احتياجاتنا دي محتاجة تتسدد، ونتعلم الشعار ونتكلم مع بعض في الجروبات. واستنوا درس المرة الجاية.